وضع السلاح بعد، ولا زالت مهام كثيرة. أولا تصفية الجيوب المتبقية لأزلام من قذافي. الجانب الثاني تأمين حياة الناس. يجب العمل على تأمين المنطقة بكاملها. هل كنتم تعرفون أن القذافي بعد خروجه من طرابلس توجه إلى سرت؟ لا. ولم تستطيعوا من خلال محاصرة سرت والمعركة أن تتبينوا من الأسرى أو من أي أحد خرج أن القذافي بالداخل؟ هناك مصادر متعددة، سواء كان من الأسرى أو من غير الأسرى، وكانت متضاربة. في هناك من يؤكد أن شاف القذافي، وفيه البعض أنه يقول غير موجود، والحقيقة لم تتبين إلا بعد انتهاء المعركة. لاحظنا أن هناك بعض نقترب من بعض الأماكن أن هناك مقاومة عنيفة جدا لم نلحظها في السابق، فكان كل توقعاتنا أن كانت مقرونة بوجود المعتصم. المعتصم مؤكد لدينا أنه موجود في سرت. إيه أهمية المعتصم؟ يعتبر أولا ابن القذافي، ثانيا كان معني بقضية قيادة قوات الكتائب. شخصية دموية فعلا؟ أبناء القذافي كلهم كانوا دمويين. هل تبين لكم أن المعتصم كان بالفعل هو الذي كان يقود المعارك في سرت ضد الثوار؟ نعم. لكن القذافي لم يكن يدير المعارك أو يتدخل في مسارها؟ حسب إفادة أحد الشهود المهمين تؤكد بأن المعتصم هو من يدير المعركة بمعزل عن أبيه. من هذا الشاهد؟ منصور ضو. من هو منصور ضو؟ أحد المقربين الدائرة الأولى، وآمر الكتيبة 72 سابقا، وآمر الحرس الشعبي، ومن أبناء عمومته. هو أسير لديكم الآن؟ أسير لدينا. هل في أيديكم أحمد إبراهيم الآن؟ أنا شفته موجود. ما هو دور أحمد إبراهيم وأهميته؟ رجل تقلد أكثر من منصب أحمد إبراهيم، سواء في مؤتمر الشعب العام وكوزير في أكثر من مرحلة من مراحل ليبيا. هو من كان وزير للتعليم، يعرف الليبيين بالكامل أنه هو من أصدر قرار منع اللغة الإنجليزية، ويعرف، وهذه أهم نقطة يعني ممكن الليبيين يذكروها ليه. المعلومات بجماعتها تقول أن القذافي خرج من طرابلس يوم 18 أغسطس 18 رمضان، توجه إلى سرت، عاش في بيوت عادية، شقق عادية جدا طوال فترة الشهرين، ولم يكن أحد يعلم بوجوده إلا دائرة ضيقة للغاية. ما دقة هذه المعلومات؟ أعتقد صحيح. وانطلق إلى بن وليد، من بن وليد مباشرة لم يبقى فيها، وتحرك إلى سرت من جارف إلى وسط المدينة. جارف تبعد كم عن سرت؟ أحد الوديان. أحد الوديان المحيطة بالمدينة نفسها، يعني جزء من سرته. لأن هو كان يريد أن يلجأ إلى جارف حينما خرج بالقافلة قبل أن يتم ضرب القافلة، صحيح؟ صحيح هذا. هل فيها أماكن للاختباء؟ أمامه البيوت، أن يلقى من يجد بأن يأويه. الفترة الشهرين اللي القذافي عاشهم في هذه البيوت البسيطة أو في الشقق، هل عرفتم كيف كان يعيش، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب؟ المعلومات عندما تم تضييق الخناق على المدينة نفسها، وكانت المعارك بارية، لدينا معلومات أن عاش حياة بسيطة جدا، وكان الأكل محدود جدا، وينتقل من بيت لبيت. كل ما تشتد المقاومة كان تقترب منا قوات الثوار كان ينتقل للبيت الذي يليه في ظروف سيئة جدا. يعني ايه طبيعة هذه الظروف في ظل ايضا معلومات جمعتها ان كانت الكهرباء منقطعة معظم الوقت، لم يكن يأكل بشكل جيد، كان مضطرب طوال الوقت، كان شبه معزول، ولا يعرف يعني ما هي الساعة القادمة بالنسبة له؟ أنا أتوقع كما أتوقع كانت بالنسبة لها ظروف صعبة جدا وظروف سيئة وقاسية. يعني كانت منصور ضو أو أحمد إبراهيم أعطوكم بعض المعلومات عن هذا الأمر؟ كيف كان القذافي يعيش؟ كيف كان يتنقل؟ منصور ضو تكلم بالخصوص وقال كانت ظروف صعبة والأكل كان سيء جدا.
كيف استطاع القذافي أن يضرب هذا الطوق الأمني حوله حتى الثوار بقوا لفترة شهرين تقريبا من وجوده في سرته وهم لا يعلمون أنه موجود؟ كيف كان يحيط نفسه بهذه الدائرة الضيقة من المعارف والمقربين والحراس؟ القذافي ليس غريب عليه هذا، ويجيد عملية الاختفاء والاختباء، وكل أماكن ممكن ليس يعني من الصعب تكتشف أنه له حياة في الظاهر وله حياة تحت سطح الأرض. يعني كل الأماكن مهيئة ومجهزة لهذه الأمور. ثانيا أبناء عمومته كانوا موجودين معه من بداية العام بعد 69، كانوا مقربين جدا وأبناء عمومته أصلا. ايه سر لجوءه الى سرت؟ هي مسقط راسه اصلا. هل هذا يكفي؟ وهو الملجأ الوحيد الذي اعتقد انه يكون هو يكون في مأمن فيه. هل هو جاهز انه في يوم ما يمكن ان يلجأ الى سرت وتحميه، ام انه يعني فوجئ بما حدث وكان لجوءه الى سرت كان بدون اعداد وترتيب؟ حسب ان لم يكن راشد في هذا الاختيار. فأمنيا يعني هو جمع الحلقة بكاملها اعتقد حوله كل الناس موجودين، واعتقد انه جازف، وكان اناني من درجة. يعني كيف كان اناني؟ يعني لا يمكن رجل في منصب مثل القذافي ان يبقي دائرته امنيا مع بعضها بالكامل. يعني انتوا لما قبض على القذافي او على من حوله، انتوا لقيتوا اهم ناس في نظامه كلهم كانوا موجودين بالكامل، وفي نفس المجموعة وفي نفس الرتل. واعتقد ان خياله جامح به، وانه يعتقد انه يستطيع ان يقود معركة، وان ممكن ان يستمر في مقاومته، وأن ممكن لا يفاجئه الثوار بهجوم على مدينة سرت. هذه كلها احتمالات واردة. فالثوار يعني حتى مكان تمركزهم كان مخطط له بدقة. يعني موجودين في منطقة ثوار مصراتة في منطقة السدادة، وهي شرق بن وليد، وكان هذا المكان الجغرافي في إمكان أن ينطلقوا إلى سرت، وممكن ينطلقوا إلى بن وليد، وفي إمكانهم أن ينطلقوا إلى الجفرة. فالاحتمالات واردة في الكل، وهذا يصعب عليه أنه يتوقع أين يتحرك الثوار، ومباغته في التوقيت المناسب والإحاطة بمدينة سرت ربما هو كان السبب الأساسي لمنعه من الحركة. حاج سالم، قبل ما يسقط القذافي ربما بيومين، محمود جبريل صرح بأن القذافي في الجنوب ويعد لدويلة هناك وشيء من هذا القبيل. يعني هذا التصريح من رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الانتقالي تأثيره عليكم ايه وأنتم في ساحة المعركة في سرت؟ احنا لا نستمع للساسة، هذه أول حاجة. مجموعة استطلاع بأن هناك تحرك في منطقة رقم 2، وهي المعقل الأخير. منطقة رقم 2 كل المناطق تم. الحي الثاني في سرت. الحي الثاني في سرت تم الاستيلاء على جميع الأحياء ما عدا رقم 2. ووجدنا شدة مقاومة كبيرة جدا في هذا الحي. بأي أسلحة كانوا يقاومون؟ بجميع أنواع الأسلحة ما عدا المدفعية. أيوة. أما راجمات موجودة، الأسلحة المنطاء مضادة للطائرات. لا، هي تستخدم للأفراد. ال 14 ونص والدشكا وال 23 والقواذف الRPG والبنادق الخفيفة. كل هذا كان يستخدم داخل المدينة وفي حي يعني أزقة صغيرة جدا، صالح يعني للمقاومة الحقيقة، لحرب الشوارع. ووجدنا صعوبة يعني في اختراق الحي هذا. كان سابق حي الدولار، ما يسمى بحي الدولار، ثم حي رقم 1، كله وجدنا فيها صعوبات كبيرة، ودفعنا ثمن كبير. يعني عدد شهدائكم كان كتير في معركة سرت؟ أكيد. طبعا معركة سرت شارك فيها الثوار من كل ليبيا. ثوار كل ليبيا.
ثوار المشرق من الشرق كانوا في جانب، وأنتم من وسط الغرب في جانب آخر، ومن مناطق متعددة ليس مصرة، لكن الأغلبية كانت أو من المنطقة الشرقية ومنطقة مصرة. هل حاج سالم عسكريا كان يمكن للقذافي أن يهرب؟ هو لم يسعفه الحق. لو تحرك في الموعد الذي حدد الساعة 4 كان عنده احتمالية الخروج من رقم 2، ولكن القدر إلى أين؟ إلى جارف أو وفق ما هو يبي يمشي. طب انتوا الصور فين؟ كان موجود، ولكن التوقيت كان مناسب جدا. عادة يعني الساعة 4 تخف وطأة المراقبة والتشديد الحراسة في التوقيت هذا. حتى لو كانت القافلة فيها 40 سيارة؟ يعني مع استخدام القوة في إمكان، أما يطلع بخروج مفاجئ سريع أو استخدم القوة على أحد النقاط في إمكانه أن يتسلم مجموعة من السيارات. كان عنده فرصة أن يهرب من البحر طول الشهرين؟ يصعب عليه. أنا أعتقد صعب. لماذا؟ لأن البحر مراقب، في حظر بحري. خطة كانت قائمة على أن القذافي الساعة 4 سيهرب من الحي الثاني باتجاه منطقة صحيح جاف. صحيح، يتحرك غربا على منطقة الزعفران ثم ينطلق إلى جرف. جاف في الشرق؟ جنوبها. جنوبها. وما الذي حدث؟ اللي حدث أنه وصلت المعلومة فأكدنا على جميع الكتائب بالتحرك فورا بالسيطرة على هذه المنطقة بالدرجة الأولى. الساعة كم جات لكم؟ من 4 بدينا في حشد. 4 فجرا؟ صحيح. أنا وصلت المعلومة وتحركت بسيارتي مع إعطاء المعلومات. يعني أنت تحركت 4 فجرا؟ حركنا جميع الكتائب في المنطقة المحددة بدقة، هي المنطقة هذه. طيب القذافي تحرك الساعة كم بالقافلة؟ تحرك 7 صباحا، تأخير 2 ساعة. طيب ماذا حدث بعدها؟ يعلل بعض الإفادة من أن السبب تأخير هو المعتصم. لماذا؟ ربما تأخر، لا نعلم السبب، ولكن ربما لنومه أو لم يكن مستعد. هل خرج المعتصم معهم؟ نعم، هو من ضمن المجموعة. هو متى علمتم بأن القافلة تحركت؟ هو مجرد ما يخرج من البيوت بيكون في مواجهتنا مباشرة. يعني انتوا قريبين جدا من المنطقة؟ جدا، يعني لا يوجد أكثر من كيلو، ممكن 500 أو كيلو. نحن ندخل لأطراف المدينة ونقاتل في أطراف المدينة ثم نتراجع في المواقع الدفاعية. حاج سالم، أنت كنت قائد المعركة، قل نعم. الآن ما حدث حتى نعتمد ما تقوله أنت بعيدا عن الروايات المتضاربة. بعيدة، هذه رواية حقيقية. قل لي بقى الرواية كده، خلي الناس تسمعها منك. الرواية أن عندما تأكد القذافي أن رقم 2 ساقط لمحالة، وأن المنطقة الشرقية احتلت جزء من منطقة رقم 2 من ناحية الشرق، ثوار الشرق، وقوات أو ثوار مصراتها احتلوا جزء كبير جدا من الناحية الجنوبية وسيطروا على أهم المواقع المشرفة مباشرة، والقتال أصبح في رقم 2. القذافي ليس له ملجأ إلا الخروج. يعني هو لم يترك رقم 2 إلا عندما عرف أن رقم 2 ليس أمامه إلا ساعات ويسقط بالكامل. هل تركتم له منفذ ليخرج وعددتم كمين؟ أبدا، ترك فراغ. بعض الكتائب لم تتقدم لأسباب. أولا لوجود مناطق مشرفة وعمارات عالية والأرض براح ليس لها غطاء، مما يؤثر على القوات المتقدمة من الثوار، فكانت يعني بعيدة بمسافة من ناحية الغرب. هذا هو فكر في هذا الجانب، أنه ممكن يخرج من هذا الجانب اللي قوات الثوار لم تصل إلى العمارات الموجودة في رقم 2. فهذا هو كان المنفذ الذي يراه مناسب. فعليه كل واحد أن يحاول يتملص أو ينسحب أن يفكر كيف يخرج ويضع الاختيارات نتاعها والخيارات نتاعها. هو وجد من بين الخيارات، هو تحرك بالرتل تاعها في اتجاه الشرق، المنطقة الشرقية. ووجد مقاومة فرجع. يعني هنا الرواية التي تقول أنه توجه إلى المنطقة الشرقية، ثوار المشرق ضربوا القافلة، صح، فرجع باتجاه العكس. صحيح. فلما رجع بالاتجاه العكسي ضربوا الناتو في المنطقة الفارغة التي تتحدث أنت عنها. بالضبط. وأنتم كنتم على مقربة جدا ورأيتم ضرب القافلة. أكيد. كنتوا تعرفوا أن القافلة هذه فيها المعتصم على الأقل. المعتصم على الأقل وأشخاص مهمين جدا المتمركزين في رقم 2 منطقة. لكن لم تعرفوا أن القذافي كان من بينه. لا نعلم.